نأتي الآن إلى الألعاب الشعبية التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، وأشهر هذه الألعاب هي طاق طاق طاقي. يجلس الأطفال على الأرض على شكل دائرة، ويقوم من وقع عليه الاختيار بالدوران حول الفتيان الجالسين وهو يحمل بيده طاقية، ثم يختار أحد الفتيان الجالسين ويضع خلفه الطاقية فيركض ليمسكه ويدور حتى يأخذ مكان الطفل الذي اختاره ليفوز عليه، وهو يردد طاق طاقية، ويردد الجالسون رن رن يا جرس، حاول واركب على الفرس. وطيلة دورانه لا يجوز للأطفال الجالسين الالتفاف أو النظر إلى الخلف عليه الجالسون. الآن نأتي إلى الأكلات الشعبية. أيضا هذه الأكلات ورثناها عن أجدادنا وآباؤنا في القديم، وكانت ألذ وأشهى الأكلات إلى الآن، فكانوا يقومون بصنعها في جميع المناسبات السعيدة وفي أيامنا العادية. وأشهر هذه المأكولات هي ورق العنب الذي كان يؤخذ من شجر العنب. والأكلة الشعبية الثانية هي المنسف، وأكثر ما تشتهر به فلسطين هو هذا الطبق اللذيذ، وهو طبق المسخن. هذا الطبق اللذيذ هو عبارة عن خبز طابون مع البصل والسماق واللوز والدجاج المحمر. هيا بنا نحل نشاط السابع، أكلات شعبية. أضع إشارة صح بجانب الصورة التي تمثل أكلات شعبية فلسطينية. الصورة الأولى مسخن، نعم إنها أكلة شعبية. ورق العنب أكلة شعبية، أحسنتم. المنسف أكلة شعبية، رائعين يا ثاني. والآن نأتي إلى النشاط العرس الفلسطيني، ونختم بهذه المناسبة التي تشتهر بها فلسطين، وهو العرس الفلسطيني. هو أحلى مناسبة في الوسط الشعبي الفلسطيني وأكثرها بهجة، ففيه يعم الفرح كل فرد من أفراد الأسرة والقرية بالإضافة إلى العروسين، ويبتهج أطفال القرية بمراقبة مواكب الدبكة والزفة والمناظرات والأمثال. وفي هذه المناسبة تتاح الفرصة لكل شخص في القرية ليطلق العنان لعواطفه فيغني ويرقص. نأتي الآن ونختم بهذه المناسبة التي تشتهر بها فلسطين، وهو العرس الفلسطيني. العرس الفلسطيني هو أحلى مناسبة في الوسط الشعبي الفلسطيني وأكثرها بهجة، ففيه يعم الفرح كل فرد من أفراد الأسرة والقرية بالإضافة إلى العروسين، ويبتهج أطفال القرية بمراقبة مواكب الدبكة والزفة والمناظرات والأمثال الشعبية. وفي هذه المناسبة تتاح الفرصة لكل شخص في القرية ليطلق العنان لعواطفه فيغني ويرقص ويتحرر لفترة من رتابة الحياة اليومية، فالعرس هو فرح الشعبي. والآن نأتي إلى مظاهر العرس الفلسطيني. ماذا يفعلون في هذا العرس؟ يقومون بجبل الحناء وتزيين يد العروسين والمعازيم بهذا الحنة. يقومون الشباب بعمل الدبكة الشعبية الفلسطينية على الأغاني الشعبية الفلسطينية. يرتدون
الملابس الشعبية الفلسطينية. الشباب يرتدي القنباز والصبايا ترتدي الثوب الفلسطيني، ويقومون بعمل الولائم في الأعراس لتقديمه إلى المعازيم. هذه مظاهر العرس الفلسطيني. هيا بنا إلى النشاط الثامن، العرس الفلسطيني. أتأمل الصورة الآتية ثم اكتب بعضا من مظاهر العرس الفلسطيني. بعد أن تحدثنا عن العرس الفلسطيني وماذا يحدث به من مظاهر، دعونا نكتب هذه المظاهر. أولا، رسم الحناء، الدبكة الشعبية والأغاني الشعبية، الأكلات الشعبية، والملابس الشعبية. هكذا نختم درسنا التراث الفلسطيني. شكرا لحسن انتباهكم، وإلى اللقاء في حصة قادمة مع درس جديد ووحدة جديدة. ففيه يعم الفرح كل فرد من أفراد الأسرة والقرية بالإضافة إلى العروسين، ويبتهج أطفال القرية بمراقبة مواكب الدبكة والزفة والمناظرات والأمثال الشعبية. وفي هذه المناسبة تتاح الفرصة لكل شخص في القرية ليطلق العنان لعواطفه، فيغني ويرقص ويتحرر لفترة من رتابة الحياة اليومية. فالعرس هو فرح الشعبي. والآن نأتي إلى مظاهر العرس الفلسطيني. ماذا يفعلون في هذا العرس؟ يقومون بجبل الحناء وتزيين يد العروسين والمعازيم بهذا الحنة. يقومون الشباب بعمل الدبكة الشعبية الفلسطينية على الأغاني الشعبية الفلسطينية. يرتدون الملابس الشعبية الفلسطينية. الشباب يرتدي القنباز والصبايا ترتدي الثوب الفلسطيني، ويقومون بعمل الولائم في الأعراس لتقديمه إلى المعازيم. هذه مظاهر العرس الفلسطيني. هيا بنا إلى النشاط الثامن، العرس الفلسطيني. أتأمل الصورة الآتية ثم اكتب بعضا من مظاهر العرس الفلسطيني. بعد أن تحدثنا عن العرس الفلسطيني وماذا يحدث به من مظاهر، دعونا نكتب هذه المظاهر. أولا، رسم الحناء، الدبكة الشعبية والأغاني الشعبية، الأكلات الشعبية، والملابس الشعبية. هكذا نختم درسنا التراث الفلسطيني. شكرا لحسن انتباهكم، وإلى اللقاء في حصة قادمة مع درس جديد ووحدة جديدة.